أهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من شباب في شباب. موضوعنا النهاردة هو موضوع مهم جدا، هو لغة العصر. موضوع بيعتبر ثورة هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات. موضوعنا عن الفيسبوك. طبعا كلنا بنعرف يعني ايه الفيسبوك، لكن في بعض مننا ما يعرفوش يعني ايه الفيسبوك. فأنا بقول لهم ببساطة إن الفيسبوك هو شبكة اجتماعية بقدر أتواصل فيها وأكون أصدقاء عشان أتكلم معاهم. الفيسبوك بدأ في إحدى جامعات أمريكا، كانوا بيستخدموه في الدراسة وتبادل الأبحاث، واتطور الموضوع لحد ما اتنقل لأمريكا كلها وبعدين أصبح في العالم كله. بيشرفنا وينورنا ويباركنا في حلقة النهاردة أبونا وحبيبنا نيافة الحبر الجليل أنبا موسى أسقف الشباب. سيدنا أهلا بنيافتك، منورنا في حلقة اهلا النهاردة. بيك يا نور. سيدنا الفيسبوك حديث الساعة وعمل حاجات كتير، يا ترى ايه مميزاته وعيوبه؟ هو طبعا انت عارفه ان اللي ابتداه كان شاب سنه 19 سنة اللي هو مارك زوكربيرج. وده لما عمل الموقع ده يفرق عن السايتات الماشية دي، ان السايت حاجة كده جامدة انا بحط الداتا فيها، لكن الفيسبوك تفاعلي، انا اقول وده يرد واحنا كلنا مع بعض نقول. فلما عمله حب بيل جيتس اللي هو ابو الثورة التكنولوجية دي وملياردير واغنى واحد في العالم وراجل خير جدا مكرس جزء ضخم ثروته للخدمة وللإنسان، حب يشتريه منه بمليار دولار، مرضيش مارك، مرضيش، وابتدى هو اللي يستثمر الموقع. ففي ظرف سنتين حقق 3 مليار دولار، شاب 19 سنة يعني، لأنه هو أشبع احتياج إنساني. الناس عايزة تقعد مع بعض، عايزة تتكلم مع بعض. لو كان في تليفون برضه غالي، تليفون بيعد، وبعدين يتكلم شخص واحد وبعدين يقفل ويشوف التاني ويقفل. لكن ده عمل منتدى جميل بيلم مجموعة من الناس تحت تايتل واحد اختاروه، او هو عامل لنفسه صفحة والناس بتتواصل معاه، يقبل واحد ما يقبلش غيره، يعني هو في ايده يتحكم في الصفحة كأدمن ليها يعني. فالفيسبوك له ميزة جبارة في التواصل الإنساني، لكن السلبيات واحد ياخد وقت كتير جدا جدا جدا، يضيع وقت. 2 انا مش عارف اللي بيتواصلوا معايا دول بيقولوا حاجات مهمة ولا دردشة وبس. 3 ممكن ناس تخش واتخدع فيها كأدمن واسيبه، لكن لما بعرفه بعمله اجنور واطلعه. وممكن كمان يبقى فيه خداعات، ممكن يبقى فيه معلومات غلط معرض ليه، لانها كلها بشر والبشر ممكن هو يخطئ يعني. فهو في ميزة التواصل وخطورة الخداعات. سيدنا نتطرق للنقط دي مع نيافتك في الحلقة واحدة واحدة. بس بداية كده سيدنا، الفيسبوك في رأي للناس بيقولوا ان الفيسبوك هو موقع للدردشة والخروج من الملل، واقدر ان انا اكون صداقات وعلاقات اجتماعية. وفي رأي اخر بيقول ان الفيسبوك بيعزلني عن العالم اللي انا عايشة فيه. فايه رأي نيافتك؟ هو طبعا الاتنين صح، يعني الكلمتين صح. هو بيديني فرصة للتواصل بحيث ما بقاش عايش لوحدي حتى وانا في اوضتي. النهارده المواصلات مشكلة، التليفونات مشكلة، لكن ده اداني هذه الفرصة، فدي حاجة ايجابية حلوة. لكن في نفس الوقت يعزلني عن العالم. لو امتى؟ لو غرقت جواه بقى، غرقت جواه، عمال ادخل اصدقاء واطلع اصدقاء واخش على جروبات جديدة ومش هنخلص. في الاخر يلاقي نفسه ما بيعملش حاجة مفيدة، كل واحد قاعد يرغي يرغي يرغي، والرغي كفاية ما ينفعش، لازم يكون مخطط ومهدف، فلازم ياخد يعني يوزن حدوده. بين الاتنين. يستخدمه ولكن في حدود نوعية وكمية، مين اللي معايا والكم اللي انا بستهلكه قد ايه. يعني مثلا يعني حصلت معايا، يعني اب بيقول لي ان انا عنده بنتين، بنت في اعدادي وبنت في ابتدائي صغيرة،
هو بيقول لي كلمهم على الفيسبوك، كل واحدة فيهم عاملة فيسبوك لوحدها. ف وانا بتكلم قلت ماله، حسب نوعية الناس اللي بيخشوا عليا، ولازم يكون في نوع من اطمن ان في اشراف كده روحي او كنسي على الحاجات دي، عشان اطمن ان انا ماشي صح. فالصغيرة قالت لي ما هو انا واحد دخل عليا باسم غلط، وبعدين اكتشفت هو ايه، انه بيخدعني، فانا عملت له اجنور. فابوها قال لها انت ما قلتليش الحكايه دي. قلت له تقول لك ايه يا بابا؟ الاجيال الجديده دلوقتي منطلقه. فاهو دي يعني عرفت انها وهي اللي ثالثه ابتدائي عرفت تميز بين الولد الكويس والولد الوحش. طبعا انا ما اضمنهاش دي. بس سيدنا الفيسبوك كمان لعب دور مهم كبير جدا في ثورة 25 يناير، وكان ليه تأثير كبير في إطلاق دعوات عامة. فهل سيدنا الفيسبوك أصبح دلوقتي إن هو بالقوة إنه يغير حكومات ويغير نظام؟ طبعا، لان انت عارفه ان النهارده الفيسبوك المشتركين عليه عدوا ال 500 مليون. 500 مليون دي يعني قد امريكا مره ونص، امريكا الشماليه وكندا مرة ونص. فقارة، وبقى يسموها دلوقتي the virtual continent، يعني القارة الافتراضية، قارة بحالها شغالة مع بعض في العالم الافتراضي ده. فطبعا بيعمل تسوير بقى للناس، وبيعمل عدوى في الحاجات دي. يعني لما ابتدى سواء وائل غنيم او معاه ناس تاني على كلنا خالد سعيد على الفيسبوك جروب بتاعه، ابتدى بعدد قليل، النهارده اكتر من نص مليون. يقدر يروح باعت الرسالة تروح لنص مليون in a minute، في دقيقة. ايه ده تحريك جماهير. عشان كده يلا نتقابل في الحتة التحريري، يطلع كله على التحرير. وما كانوش فاكرين ان دول في العالم الافتراضي عند الجد مش هيطلعوا ميدان التحرير. لا، طلعوا، وطلعت اعداد ضخمه جدا. وليه؟ لان كان في مع الدعوات دي ومع التواصل ده كان في سخط على الواقع، وزعل من ازاي يعني الشرطه تعذب واحد حتى الموت. طبعا كانت قصه تحقيقات ولسه شغاله، يا دوبك خدوا احكام قريب وهكذا. فهم اذا فرصه لتسوير الناس، وهي بتبتدي تنقل بقى. وده مثلا لما كان بيقطعوا عليهم النت، كانوا بيعملوا حاجه مش عارف اسمها البروكسي ولا ايه، ويروحوا يجيبوها من حتة تاني. خلاص العالم اتفتح على بعضه، والانترنت بقت تقدر انها تصل الى اعداد ضخمه جدا وتحركهم، تنزلهم الشارع، والشارع بقى هو اللي بيتكلم دلوقتي. بالظبط يا سيدنا احنا معانا تقرير بخصوص موضوع الفيسبوك، نشوفه معانا. رأيك الفيسبوك مفيد ولا مضر؟ لا، هو مفيد في حاجات كتير، يعني بيخلينا نعرف اخبار اسرع، يعني بنقدر نوصل لبعض اسرع، مش يعني عن حاجات كتير واوفر مثلا. يعني ممكن يكون كمان بنستغله في ان احنا يعني عندنا وقت فراغ مثلا نقضي وقت عليه مثلا، او زي ما انا قلت كده ان هو يعني بيقربنا من بعض اسرع، وبنعرف اخبار بعض بسرعه، ولو عايزين نوصل حاجه لبعض بسرعه بتوصل يعني. هو في وقت بعض الاحيان بيبقى مفيد، وبعض الاحيان تاني بيبقى مضر يعني. هو انا شايفه اللي هو بيبقى مضر عشان ممكن هو بيضيع الوقت اكتر قدام الناس اللي هي مثلا بتبقى قاعده عليه كتير مثلا، بتضيع وقتها، فشايفه مضر في حكايه زي كده يعني. لكن مفيد ممكن عشان مثلا ممكن اكلم صحابي، ممكن اشوف اخبار الدنيا من على الفيسبوك، ممكن يعني ارتبط بالعالم كله من خلال الفيسبوك يعني. الاثنين مفيد ومضر، او على حسب اللي بيستخدمه يعني انا ممكن استخدمه بطريقه استفيد منه وافيد اللي حواليا، ممكن استخدمه بطريقه تانية اضايق بيه كل الناس واستخدمه زي اللي حصل في الثوره وغيرها يعني. هو مش مفيد قوي ومش مضر قوي، ليه ايجابيات وليه سلبيات. ايجابياته ممكن تبقى ان بتجمع الناس، بتخلي الواحد يعرف ده ويعرف ده ويتعرف على الناس. لكن سلبياته يعني كتير، في اللي بيدخل يسرق اكونتات، في اللي بيدخل يحط لينكات مش حلوه، في اللي بيدخل يشتم، في اللي بيدخل يعني في حاجات كتير وحشه فيه على قد ما هو حلو. هو مفيد
لانه بيخليكي تعرفي ناس كتير قوي في حياتك، بتتعرفي على شخصيات كتيره، بتتعرفي على ناس اكتر. بتقدري ان انت تعرفي الناس بتفكر ازاي، بتتكلم ازاي، بتفهم ازاي، بتعرفي على انواع كتير من الناس وشخصيات كتير. فبالنسبه لي هو حلو مش وحش يعني. ايه رأيك في الشباب اللي بيحط صور على الفيسبوك؟ هو الموضوع اللي حط الصور على الفيسبوك ده غلط، بس هو ليه استخدامين. يعني انا عن نفسي حاطه صور كتير على الفيسبوك، بس اللي هو صور الرحلات، المؤتمرات. الفريندز عندي كلهم زمايلي في الكنيسه، ما فيش حد بره كده، فممكن اكون يعني امان شويه اللي انا حاطه صوري. بس في ناس يعني بتبقى ضايفه ناس مختلفه وناس تعرفها او ما تعرفهاش، فبتحط صور كتير، فممكن ده يسبب لها مشكله. وفي اوقات كتير الفيسبوك كده بيتسرق. بس ممكن في السيتنجز، في برايفسي سيتنجز، ممكن مثلا اخلي اللي يشوف صوري فريندز اونلي، مش فريندز اوف فريندز اللي الناس ما اعرفهاش ممكن يشوفوا صوري او يدخلوا على البروفايل بتاعي. ما انا قلت على حسب، يعني لو حاطين صور في رحله او حاطين صور في مؤتمر او حاجه عادي، لكن الصور اللي لما تبقى واحده لوحدها مثلا ولا حاجه وفي صور مش كويسه فديت ما تحطش، وطبعا ليها اضرار للبنات. بس الولاد عادي يعني نحط صورنا عادي. هو المفروض انه لا، لان الفيسبوك لما بيتسرق الناس بتلعب في الصور وبيبعتوها لبعضيهم، وفي الاخر حد يتكلم على الفيس وكده. فان هو المفروض ان هي اصلا ما تحط الصور، وبالذات لو هي صور على البحر او في فرح او حاجه، يعني ما ينفعش انها تحطها. ممكن فريندز مع بعضينا، لكن هي اونلي لوحدها لا، نو واي، لان ما ينفعش. انا شايفه ان في عادي ممكن يحط صورهم على الفيسبوك، مفيش مشكله. بس انا من الناس اللي حاطه صوري على الفيسبوك، بس انا عامله سكيورتي ومش اي حد يشوف صوري، ومش ضايفه اي اصحابه بس. بس يعني عامله شويه امان للفيسبوك. انا عن نفسي ما بحبش حكايه ان يعني رايي الشخصي ان ما ينفعش ان كل الصور اللي تكون عندي احطها على الفيسبوك. بصي، هو حسب نوعية الصور. لو صور شخصية عادية بس طبعا كترها ملوش لزوم. يعني انا بالنسبة لي انا مش حاطة صور، بس حطيت صورتي لفترة صغيرة. الناس عرفت تلاقيني، يعرفوا ان انا ليا اكاونت على الفيس، وفي ناس عرفت تلاقيني. انا كنت الاول ما كنتش حاطة صورة ليا خالص، فما كانش حد عارف ان انا ليا اكاونت على الفيس. كنت انا اللي بدور على الناس عن طريق صورهم وبعرف الاقيهم. لكن اول ما كل الناس عرفتني، اغلب الناس اللي يهموني يعني، خلاص شلتها يعني. لكن كترهم زياده عن اللزوم والصور الشخصيه وكده ما بتبقاش لذيذه طبعا، وبتعمل مشاكل كتير للبنات. واكيد كلنا سمعنا الفتره الاخرانيه عن مشاكل كتير حصلت بسبب الصور الشخصيه. الصور على الفيسبوك يا سيدنا بتقابلنا شخصيات كتير مزيفة ومتنكرة، وده بيتطور الموضوع. هو كلامهم جميل، يعني هم استخدموا كلمتين، كلمة البرايفسي وكلمة السكيورتي، الخصوصية والأمان. الفيسبوك ما فيهوش برايفسي، هو فيه شوية برايفسي كده، يعني يقعد الادمن او يعني الواحد يقدر يقول لفلان تعالى بتاعي الخاص بيا. لكن ما النهارده الهاكينج بيخش على كل حاجه في الدنيا، ما فيش حاجه اسمها برايفسي. طب ازاي احمي ولا نفسي سكيورتي كمان؟ ازاي اقدر احمي هي نفسي؟ عشان كده قالوا هم حاجات لطيفه، قال لك انا احط صور جماعيه، رحله مع بعض كلنا ما فيهاش حاجه، لكن صوره شخصيه بيساء فهمها، صوره يعني ما حصلت فعلا، يعني مش ما حصلتش، يعني اتنين ارتبطوا ببعض ونسيوا نفسهم شوية في الصور على ان هيتخطبوا ويتجوزوا، وبعدين الحكاية ما مشيتش. فالولد لانه ولد مش كويس راح عامل اكاونت باسم البنت وحط صورتها وبياناتها وحط بعض الصور على الفيسبوك، which is very bad. يعني طبعا تشوه صورة البنت، هي ادت له امان على انه بيقول لها اخطبك، لكن طبعا كده شوه صورتها. فانا احب ان هم يبقوا حاجات الجماعية، المعلومات العامة، رايحين كلنا رحلة في الحتة الفلانية، بلاش الحاجات الخاصة وبلاش الصور الخاصة. يبقى كلمة خصوصية ينسوها وكلمة امان ينسوها بس، ويشتغلوا على الاساس. يمكن قصدهم على اساس ان يبقى فيه خصوصيه، ببقى عارفه مين اللي انا بكلمه، ما بعرفش، واعمل له كونفيرم وبعد ما اوافق عليه. واضح ان دلوقتي ما يمكن ان تتقي الاختراق، مش ممكن. يعني اذا كان في اتعمل من ساعه ما ابتدى الكمبيوتر
مش عارف 250,000 محاولة اختراق للبنتاجون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية اللي اخترعت الكلام ده كله. طب سيدة، ما انا احط اصدقائي اللي بثق فيهم، اي حد تاني ما اعرفوش مش لازم. يبقى انا هعمل الحاجة اللي ممكن تبقى اعملها في النور كده وعلنا، مع يعني اقصد بالنور يعني ان يبقى جماعية. الحاجة الفردية ساعات انا ما اضمنش هتستخدم ازاي، وانت شايفة النهاردة بحكاية يركبوا الصور مع بعض، فلازم يكون في شيء من الحرص. سيدنا الفيسبوك برغم اللي احنا عرفنا عنه في اضرار كتير ليه، هل يقدر يفيدني في حياتي العملية والروحية؟ 1,000,000%. ما اتفقنا ان هو يفيد في التواصل، يفيد في المعلومة، يفيد في الترويح. ان الانسان برضو ما يقدرش يعيش كده متوتر على طول، بس كله يكون محسوب وجيد، ما يكونش كده بفلتان يعني. سيدنا، دور الكنيسة وبالتحديد دور أسقفية الشباب في التواصل مع الشباب عن طريق الفيسبوك، واكيد طبعا ليها مواقع اسقفيه الشباب بتستخدمها في الموضوع طبعا ده. يعني احنا الحقيقه مجرد ما ظهر الفيسبوك كان في موقع الاسقفيه، افتكر عليه الوقت 25,000 ولا ايه. وبعد كده كل نشاط عندنا هنا له فيسبوك جروب، كل نشاط بدون استثناء. ده يمكن كل مؤتمر يتعمل الولاد يروحوا طالعين يعملوا فيسبوك جروب مع بعض، تحت برضو رعاية كنسية which is very good، يعني بيعمل نوع من التواصل والتفاعل بين الشباب، بعضهم جايين من كل أنحاء القطر. مؤتمراتنا بتبقى على مستوى القطر يعني دايما، كل حاجة ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة وخريجين كله معمول له فيسبوك جروبس، وكل المؤتمرات وهكذا. كمان لنا موقع اسمه مصر أمنا شرطة أسقفية الشباب، ده فيسبوك جروب، وده ما افتكر عليه 25,000 ولا حاجة، طلع بعد الثورة عشان يعمل توعية سياسية لشبابنا، وبنفتحه لإخواتنا المسلمين، وبيبقى يخشوا علينا ويعملوا تعليقات جميلة جدا جدا، لأن المدخل بتاع الموقع مصر أمنا شرطة أسقفية الشباب، كنيسة القديسين والمسجد اللي قدامها، وأبونا مقار والشيخ بتاع المسجد، وعلم مصر بيربط الكنيسة والمسجد، على أساس ده موقع وطني بيعلم الشباب الوطنية ويعمل لهم توعية سياسية عشان يقوموا بدورهم في الانتخابات ودورهم في الجمعيات واتحادات الطلاب والأحزاب والنقابات وهكذا. عايزين شبابنا يندمج في المجتمع ويتفاعل معاه، فكانت كلها مواقع جيدة والانطباعات بتاعتها جيدة. سيدنا، استخدام الفيسبوك في المؤتمرات مش ده ممكن يخليني انا اكسل ان انا اطلع مؤتمر واعتمد اعتماد كلي ان المنهج او المحاضرات اللي هاخدها في المؤتمر تبقى منقولة على الفيسبوك واقعد في بيتي اشوفها؟ ما ده السبب ان انا بقول الفيسبوك لوحده هيعمل لي أتب وبشوف الحاجات كده، لكن لما اروح مع بعض حتة زي العجمي مثلا وكلنا نتفاعل مع بعض، ناكل مع بعض، نسأل مع بعض، نلعب مع بعض، نتناقش مع بعض، الفيزيكال اكتيفيتي، النشاط البدني، ده مهم جدا جدا جدا. خطورة على حكاية اللي بقى قاعد على البتاع كده يقول لك كفاية كل الداتا هجيبها. طب ما انا عارف تجيبها، لكن مش هتعرف تجيب الحيوية، العلاقات، المشاعر، الوجدانات، التفاعل، مش هتعرف تجيبها دي، بس بتقعد تتفرج وانت سلبي كده. حتى بيسموا التلفزيون علماء الاجتماع الترويح السلبي. الترويح السلبي يعني يقعد كده فاتح بقه قدام التلفزيون وعمال فول سوداني وبتاع لغايه ما يتخن. طب هو حلو يا سيدنا للشخص الانطوائي على نفسه ملوش لا تفاعلات مع المجتمع؟ لا الانطوائي مش في يعتمد فيسبوك. على الفيسبوك لا طبعا، لا مش كويس، لان هيزود انطوائيته. انا عايزه ينزل الميدان، ينزل معايا في الكنيسة ويروح معايا في الكشافة وفي الرياضة وفي النشاط الاجتماعي وفي اخواتنا اللي حوالين الكنيسة بنعمل علاقات معهم. ما ينفعش ابدا عملية خطورة التكنولوجي انها تحبس الانسان جوه نفسه وجوه اوضته which is very bad very very bad. لازم تاخد وقتها واسيبها وانزل تحت.
سيدنا في نهاية حلقتنا بنشكر يافتك جدا جدا على شكراً. المعلومات الجميلة على الفيسبوك، شكراً وقد احنا ليكي. استفدنا كتير. شكرا. شكرا يا سيد. أصدقاء الشباب، وصلنا معاكم لفقرة نماذج مضيئة. هنقدم لكم نموذج لفتاة استخدمت الفيسبوك استخدام جيد وأفادت الآخرين. تعالوا نشوف عملت ايه. استخداماتي كانت للفيسبوك، كنا نقدر نعرف انا وزمايلي كدراسه. انا لسه بدرس، بعرف المحاضرات مثلا لو انا ما قدرتش اروح مثلا في اليوم ده المحاضرات بتاعتي، اقدر اتواصل النهارده مثلا حصل ايه، بكره علينا ايه، مثلا ايه اللي حصل في اطار المحاضره من جوه. برضو بنقدر نطمن على بعضينا بدل ما نقعد نتصل وتكاليف المكالمات وكده. بنقدر ان احنا نتواصل على الفيسبوك من غير حديثنا مع بعض طبعا على الشات. وبرضو انا بشتغل في شركة مستحضرات تجميل، بقدر اجيب من خلالها الفايل او البروموشن بتاعها واقدر انشره على الفيسبوك. بقدر ان انا زي اعمل دعايه للبضاعه بتاعتي او للمستحضرات نفسها. وبقدر ان انا مثلا لو في مناسبات او اي حاجه بنقدر نعرف مناسبات كل حد فينا، ونقدر نوصل للمناسبات دي عن طريق مثلا لو شفنا الصور بتاعتنا، بنقدر ان احنا لو خرجنا خروجات هنا او هنا بنقدر ان احنا نسترجعها ومثلا ننشرها على الفيسبوك. ممكن ساعات لو في ابحاث برضو انا بعملها لو مطلوبه مني من الكليه بتاعتي، اقدر ان انا اجيبها من على الفيسبوك، او مثلا ان اجيبها مثلا من على الدكتوره بتاعتنا. لو في هوم ورك طالباه منا، ساعات بتدينا هوم ورك بنقدر ان احنا نعمله نبعته لها على الفيسبوك مثلا، تقدر اللي هي تصححه وتشوف الخطا من الصحيح فيه. رجعنا لكم أصدقاء الشباب، يا رب تكونوا استفدتوا من النموذج الجيد اللي شفناه في استخدام الفيسبوك بشكل جيد. أصدقاء الشباب، قبل ما أختم حلقتنا بفكركم أي سؤال أو أي استفسار تراسلونا على إيميل البرنامج shababfishabab@aghabi.tv أو على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك شباب في شباب. بشكركم أصدقائي، وإلى اللقاء في شباب في شباب.